طب لو انت بقى قررتي ان انت تقعدي في البيت وتتجوزي وما تشتغليش، يبقى لازم بقى تختاري صح. تختاري حد يكون يقدر فعلا الفكرة دي ويكون اصلا محترمها جدا، ومخلص ليها ومصدقها فعلا. وده مش معناه ان اول واحد بقى يجيلك ويبقى مقتنع بالفكرة دي يبقى يحليلة يا بليلة ونوافق بقى ونقيم الافراح والليالي الملاح. لا، ما ينفعش خالص، لان في ناس مرضى ولازم تبقي حاطه في اعتبارك ان في ناس مرضى كتير في المجتمع. وقليل جدا هم اللي كويس، يعني انا مش بقفلها في وشك بس دي الحقيقه يعني. فانت لازم تتأني جدا في اختيارك، لان اصلا في ناس بتبقى عايزه، يعني هو عايز مراته ما تشتغلش عشان يسيطر عليها، وعشان بالتدريج يحرمها من كل حاجه حواليها، ويبقى هو المتحكم الاول والاخير ويذلها ويكسرها والاشكال والحاجات المريضه اللي احنا بنشوفها في الدنيا يعني. من امثال الاشخاص دول اللي هم السايكوباتيين والنرجسيين يعني، اللي هم بيحبوا يعزلوا مراتاتهم عشان يطلعوا عقدهم عليها. فانت خلي بالك، انت لازم تختاري كويس صح جدا، عشان تبقي قاعده في البيت وانت مطمنه، مش حاسه باي لحظه في اي وقت ان انت هيتغدر بيكي، او ان انت هتضطري تنزلي الشغل وانت مش حابه عشان تقدري تصرفي على نفسك وتصرفي على ولادك، او ان انت مثلا هتضطري ان انت عايزه تنفصلي وتطلقي فتضطري طبعا تشتغلي وتدخلي بقى في الدوشه والليله الكبيره اللي احنا بنشوفها واللي احنا يعني بنعيشها كل يوم مع ناس كتير حوالينا يعني. فالاختيار الاختيار الاختيار، وما تخليش سبب ان انت عايزة تتجوزي ان انت تهربي من البيت، او ان انت عايزة بس فرح وفستان، او لاي سبب تاني، ان انت عايزة تتجوزي زي اصحابك، او ان انت كبرتي في السن، او ان انت بس مجرد عايزة تخلفي بس. ما هو يعني ماشي، انت عايزة تخلفي بس لازم تختاري الاب اللي انت هتخلفي منه. ما هو العيال دول هيجوا هيبقوا في اب منتسبين ليه، والاب ده لازم يكون حاجة كويسة وحاجة مشرفة. ومش عيب ابدا ابدا ان انت تختاري واحد يكون مرتاح ماديا، ولازم يكون مرتاح ماديا عشان يعرف يفتح البيت، وده الاساس اصلا. يعني الاساس اصلا ان اي واحدة بتتجوز يكون جوزها مرتاح ماديا، مش حاجة بقى قلاطة ولا طمع ولا الخرف اللي احنا بنسمعه في الافلام ومش عارفة ايه يعني. وخدوهم فقراء يغنوكوا ربنا، وكل ده كلام فاضي، كل ده كلام فاضي. الجواز محتاج مصاريف، وفي الزمن اللي احنا فيه ده محتاج مصاريف. فانت بالتالي لو مقررة ان انت عايزة تقعدي في البيت، فلازم تختاري حد يكون شخصية كويسة ومحترمة وفي نفس الوقت مقتدر ماديا، وده مش عيب، مش عيب ابدا. عشان تحققي حلمك في ان انت ما تشتغليش، لازم تكتبي لستة كده وتحددي افكارك ومتطلباتك في الشخص اللي هيتقدم لك، ودي مش حاجة عيب ولا حاجة حرام.